النهارده نكمل في السلسله بتاعتنا يا شباب، وهي الحاجات اللي عملتها تبني جسمك صح. قلنا في اول جزء اللي هو التغذيه، اتكلمنا فيه عن الكارب والبروتين والانسولين ومضادات الاكسده. النهارده هنتكلم عن اخر حاجه في الجزء ده، هنتكلم عن الفاتس. لازم تبقى عارف ان الفاتس او الدهون الصحيه الجرام منها ب9 سعرات حراريه عشان انت بتعمل نظامك الغذائي. وقلت لك قبل كده ان الكارب والبروتين الجرام منهم ب4 سعرات، الفاتس الجرام منها ب9 سعرات حراريه، وده تقريبا ضعف السعرات الموجودة في جرام البروتين وجرام الكارب. في مصادر كتير للدهون الصحية زي مصادر اللحوم، زيت الزيتون، المكسرات، كل دي أنواع ومصادر اللي تقدر تاخد منها دهون صحية. طب إيه هي فوائد الفاتس؟ أول حاجة إنها بتساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية التانية، تاني حاجة إنها بتغذي الجهاز العصبي، تالت حاجة إنها بتحافظ على تركيب الخلايا، وآخر حاجة إنها بتنظم الهرمونات. في نوع تاني من الدهون وهو اللي ما ينفعش حد يستخدمه، او لو انت بتستخدمه لازم تقلله لان ليه اضرار وليه مشاكل. هو الدهون الغير صحيه، والدهون الغير صحيه دي بتبقى موجوده في الزيوت المهدرجة عموما، واللي بتأثر دايما بشكل كبير على نسب الكوليسترول. كل ما استخدمته بكمية كبيرة والفترات طويلة ده بيأثر على صحة القلب. الزيوت المهدرجة دي زي تقلي فيها بطاطس، اللي بتعمل بيها فول، أي زيوت موجودة عموما في البيت ما عدا زيت الزيتون. لكن الدهون الصحية الموجودة في صفار البيض مثلا ما بيكونش لها أي علاقة بالأمراض اللي بتيجي للناس اللي بتستعمل في معظم أكلها زيوت مهدرجة. عشان كده ممكن تلاقي معظم الناس بتنصحك بإن أنت تقلل الدهون الصحية في نظامك الغذائي، واللي هيخليك تخسر الفوائد بتاعتك. خليك عارف إن أنت لازم يكون في نظامك الغذائي من 10 ل 15% من الدهون الصحية على مدار اليوم. بس كده يا معلم.